السلام عليكم. اولا هنيئا لمنتخبنا الوطني بتاهله للدور الثمن النهائي، وان شاء الله نشوفوه في الفينال، وعلاش لا يجيبوا هذاك الكاس اللي غاب سنين طويله. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، وثقين في هذا المنتخب الرائع اللي ولاو المنتخبات كيديروا ليه الف حساب. وهنيئا لكل المنتخبات العربيه اللي تاهلت للثمن النهائي، خوتنا المصريين والموريتانيين وحتى اللي ما تاهلوش، بالتوفيق لهم. منتخبنا الوطني غيلعب اخر مباراه من دور المجموعات بعزيمه الفوز وكسب الصداره في المجموعه باش نتفاداو ونتنقلوا لشي ملعب اخر. غيكون ماتش زوين ورائع. ما نحقروش منتخب زامبيا. منتخب زامبيا ما بقى عنده ما يخسر، عنده غير جوج ديال النقيطات، واكيد غيدخل عازم على الرباح باش ينقذ راسو. نتمنوا ما يتكرروش نفس الاخطاء اللي اثرت علينا في المقابله مع الكونغو. الحمد لله ما غيكونوش نفس العوامل اللي خلات منتخبنا الوطني يتعادل مع الكونغو، النتيجه اللي ما كانش راضي عليها وليد الركراكي وبزاف ديال الناس. اخطاء اللي ما غيتكرروش في المقابلات المقبله. كلنا عارفين ان المباراه اللي جمعت ما بين المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطيه كانت صعيبه، سورتو ان المقابله تلعبت مع الجوج ديال النهار في الكوت ديفوار. مقابله صعيبه وقويه، ضيعنا بزاف ديال الفرص. كان من الاول كان خصنا نساليو الفيلم ونتهناو. جاونا بزاف ديال الفرص والمحاولات اللي ما كانش خصنا نضيعوهم. هذا هو قانون اللعبه، ضيعتي غتستقبل. المنتخب الوطني ضغط في الاول، كانوا محاولات زوينين، وهذه هي الطريقه اللي يمكن خدم عليها وليد الركراكي. 20 دقيقه الاولى شد الكره، هجم، ضغط، ضيعنا بزاف ديال المحاولات. ماركينا بيت واحد، كان ممكن نماركيو بزاف، مي دوماج. المنتخب ديال الكونغو حتى هو رجع. المنتخب المغربي تعادل مع الكونغو ماشي بسبب الكونغو، ولكن بسبب العامل ديال الحراره والرطوبه اللي كانوا مرتفعين بزاف. والمنتخب الا عرف كيفاش يجيري العامل ديال الرطوبه ويقسم 90 دقيقه على المستوى البدني، غادي يكون منتصر. لان ماشي سهل باش تلعب في واحد الجو اللي فيه درجه الحراره والرطوبه مرتفعين بزاف، وسورتو انك مولف كتلعب في واحد الجو اللي بارد بزاف في اوروبا. بزاف ديال الناس غيقول لك واحد حتى اللعابه ديال الكونغو الديمقراطيه كيلعبوا في اوروبا. لا اخويا، واخا كيلعبوا في اوروبا راهم زايدين وكابرين في الكونغو، والكونغو تقريبا راه نفس الجو مع الكوت ديفوار. ولينا في الطريق كاع ما كانش هذا العامل ديال الرطوبه والحراره، اكيد كنا غنشوفوا منتخب اخر ونتيجه اخرى. بزاف ديال الناس ما عجبتهمش هذه النتيجه وما رضاوش بالتعادل، سي نورمال. ولكن الناس ولاو كيطلبوا الافضل من المنتخب المغربي، لان ماشي سهل باش توصل للمربع الذهبي في كاس العالم. لهذا الجمهور المغربي باغي افضل واحسن نتيجه من المنتخب المغربي. ونكونوا واقعيين شويه، باقي عندنا اخطاء في المنتخب. هو ملي كتجينا فرصه الهدف ما كنماركيوش، يعني من بزاف ديال المحاولات والفرص يلا كنماركيو هدف واحد. النصيري ضيع بزاف ديال المحاولات والفرص اللي كتجي. كون سجل غير هدف واحد من هذوك الفرص كانت غتكون هضره اخرى. اللعابه حاولوا يجيروا ما امكن الجو بطريقه مزيانه، ولكن ما استطاعوش بسبب الحراره المرتفعه والرطوبه. هذا الشيء علاش الماتش كان خصو يتقتل من الاول في 20 دقيقه الاولى. كون اللعابه استغلوا هذوك الفرص مزيان كانت غتكون النتيجه زوينه. كانوا غير يريحوا راسهم ويريحونا. شفنا النصيري ضيع بزاف ديال المحاولات، يمكن النصيري ما كانش في نهارو، هذا الشيء عادي. وحتى زياش كره جاتو واعره، كان ممكن يكون فيها البيت. وناحي حتى هو جاتو محاوله زوينه، كان ممكن يكون فيها الهدف. جاتو كره دريبل اخونا بق ضرب كره مشات لفوق عند الجمهور. نظرا للجو اللي كان قاصح بزاف، الدراري فشلوا. راه ماشي ساهل باش تلعب كره مع الجوج ديال النهار في واحد البلاد اللي اصلا درجه الحراره والرطوبه فيها مرتفعين بزاف، صعيبه بزاف. وتغيير الناس اللي كانت كتشجع سخفوا، عاد زيد اللعابه اللي وسط الملعب كيحاربوا في دمهم، ماشي ساهله صراحه. لهذا علاش من الاول كان خصهم يقتلوا الماتش ويتهناو. وهذه هي الخطه اللي دخل بها وليد الركراكي. مي دوماج ضيعوا بزاف ديال المحاولات، الا البيت ديال حكيمي اللي جا في الدقائق الاولى وجا في وقته صراحه. حتى البيلانتي اللي عطاه لهم سليم املاح ما عرفتش وقع عليه حتى هو، الحمد لله ما تماركاتش. فرصه ديالهم ضيعوها امام السبع بونو اللي غير الوقف ديالو كدهشر اللهم بارك. وهنا هما يدصروا علينا شويه، بداو كيتيقوا في راسهم. حتى جا البيت اللي كان خطا من الدفاع ديالنا، تعادلوا معنا. وهنا هما يديروا الكرون، ولاو قال لك بغاو يربحوا المنتخب المغربي اللي وصل للمربع الذهبي في كاس العالم. كانوا اخطاء وكانوا فرص اللي ما عرفوش اللعابه يستغلوها مزيان. وكما قال وليد الركراكي انه كيتحمل المسؤوليه ديال هذه النتيجه، وانه ربما ارتكب بعض الاخطاء في بعض الاختيارات. وهذا الشيء باش كيعجبك وليد الركراكي، الصراحه والمصداقيه. وليد الركراكي كيبقى من احسن المدربين، وغيعرف كيفاش يجير المقابلات المقبله. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. المنتخب المغربي راه تاهل للدور الثمن النهائي، ورغم ذلك خصنا نربحوا زامبيا غير باش نبقاو في الصداره، ويبقى المنتخب ديالنا في نفس التيران، وحتى اللعابه ديالنا يبقاو مرتاحين ومكونسونطرين. لان باش تمشي عاود ثاني ودي بلاصه الملعب اخر خصهم يعاودوا ثاني يتاقلموا مع البلاصه. ومن هنا خصنا نربحوا هذا الماتش باش نضمنوا حتى الكوت ديفوار تبقى في المنافسه. كما شفنا القتله ديال العصا اللي عطات عليها غينيا الاستوائيه و4-0، واه بزاف. والبلد المستضيف وفي بلادها ودير غير بحساب هذا الترحيب وحسن الضيافه. وصراحه الايفواريين ناس طيبين كاملين، شفنا كيفاش كيتعاملوا مع المغاربه تما وكيشجعوا المنتخب المغربي. ودروغبا هضر معاهم باش يساندوا المغاربه. هذا كيدل على ان العلاقه ما بين المغرب والكوت ديفوار علاقه زوينه وجميله. وبرافو لكاع المغاربه اللي تما، صراحه عطاو واحد الصوره على المغرب زوينه. صراحه برافو عليهم والله يوفقهم كاملين. وبالمناسبه هنيئا للمنتخب المصري اللي تاهل للدور الثمن النهائي، وهنيئا للمنتخب الموريتاني بالتاهل ديالو للدور الثمن النهائي لاول مره له في التاريخ. المباراه اللي جمعت ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب الموريتاني، مباراه اللي كانت شرسه وقويه. وهنيئا والف مبروك لمنتخبنا الوطني والصداره ان شاء الله في المجموعه. زامبيا غنضربوها ب3-0، غيكون ماتش زوين
وحتى التوقيت راه مزيان. خلي لي في التعليقات اشنو التوقع ديالكم لهذه المباراة وكليكيو على واحد جيم. والسلام عليكم.